يا ماما يا ماما، انا بس الاخبار دي اللي وجع قلبنا. انا نازله الدرس. ربنا معاكي، يقولوا الاذكار وانت نازله. ماشي. هرجع اكل ايه بقى؟ عشان انا نازله مش عارفه اكل ايه. اعمل لك حاجه بتحبيها. ايه هي؟ اولا في لحمه. يا مسهل. دخلات اللي فيها اللحوم والحاجات دي بخاف منها. ثانيا اه. هعمل لك سمك. جبتيها منين وانت ما نزلتيش السوق يا ست الكل يا جميله؟ جبتيها منين؟ اتصلتي دليفري جابلك ولا ايه؟ عندي في الفريزر. انت الشيخ مبروك. عندي هعمل كيس، اخر كيسين هعملهم مره كيسين؟ هعملهم مره ده احنا الكيس بيقعد عندنا. لا هعملهم مره واحده بقى عشان تاكلوا. ما هو مره واحده ما تفضل في. هيصوا كده. مين قالك ان احنا هنهيص؟ السبانخ والعدس دي دليل الشتاء، انا عايزه احسسكم ان الشتاء دخل. ستي احنا حاسين ان الشتا دخل وبدأنا نتقل وكل حاجه. هي اللي هتتعبني. خلصي بقى وشوفي رايحه فين. طب انا هتغدى بره مع صحابي. مش هاكل في البيت. ماشي، شوفي هتعملي كده ازاي. هتغدى بره مع صحابي. تعمل لنا سبانخ يعني خلاص. يا عسل، ده انا نفسي فيه. انا كل ما اقول لك على اكله مش عايزه تقولي لي انا نفسي فيها، بتعجزيني بالكلمه دي. بالطشه. طب هعملها وشوفي، لو ما فتحتش نفسك ما تاكليش منها. هاكل بقى، ما فيش غيرها، هاكل ايه؟ كلي اي حاجه، جبنه بطاطس، ما البيت مليان. يا حبيبتي. الحمد لله. خدي حته اللحمه في سندوتش وخلصنا. هاتي ايدك ابوسها عشان انزل. هاتي ايدك ابوسها. تانية. تاني. ادعيلي يا ست الكل. يلا ربنا معاكي. يا رب. هتعمل لنا سبانخ يا جماعه، هتعمل لنا سبانخ ورز ولحم. ولا قلت مش السبانخ، استني بس يا ماما صحيح، بس قبل ما انزل، مش السبانخ دي فيها بصل؟ البصل غالي. طب ما انت كل حاجه بتعملي فيها بصل. ماشي، وفري بقى البصل في الاكله دي، اعملي اكل. يعني جبت لك لحمه جت على البصل. غباء. والله غباء. خلاص يا جماعه، هي سبانخ. وكما شفتوا في الفيديو السابق هي سبانخ. بدأت ماما هنا بقى تحمر اللحمه، تشوحها كده. التشويحه دي يا جماعه بتديها طعم خرافه بجد، تخلي طعمها حلو قوي. تشوحها كده تديها تشويحه وصدمه، بتصدم اللحمه. هنا بقى بعد ما شوحتها تنزل عليها بالميه، كوب كوب كوب. كتري كتري على قد ما تقدري. تحط بقى عليها الميه وتسيبها كده. بالنسبه للحمه نيجي بقى بالنسبه للسبانخ. قطعت بصلايه حلوه كده، وحطت عليها حته سمنه. حطت عليها حته سمنه، بدات تقلب بقى كده لحد ما السمنه ساحت، وتقلبها بقى تحمرها. تاخد لا تصفر، بس البصلايه تصفر تدبل كده وتصفر. هتنزل عليها بالطماطم، وكما قلت لكم في كل فيديو الطماطم اللي احنا مفرزينها. تنزل بالطماطم بقى بعد ما البصلايه خدت يعني بقت صفرة كده، اتصفرت. جبنا بقى التوابل، ايه هي؟ شويه ملح، واحده مرقه دجاج، وشويه فلفل اسود. التوابل ملح ومرقه دجاج وفلفل اسود. بدات بقى تقلب وتسيب الطماطم لحد ما تفك. احنا حابين نحسسكم يا جماعه باجواء الشتاء، عملنا لكم العدس وبنعمل لكم السبانخ. هنا بقى بعد ما الطماطم فكت نزلت بكيسين السبانخ. حطتهم وبدات بقى تخلي القوطه تغطيهم علشان يفكوا بسرعه، بدل ما يقعدوا فتره يعني ويفكوا. تشويحه اللحمه يا جماعه دي بتدي طعم للشوربه رهيب. هنا كانت هي غسلت شويه رز يعني قد الايد، كف الايد كده، شويه صغيرين، غسلتهم وحطتهم. تبدا بقى تحط اللحمه. ماما بقى في توابلها في الاكل عموما التوابل بتاعتها ايه؟ ملح، فلفل اسود، مرقه دجاج، ما بتكترش عن كده. بدات بقى تحط اللحمه اهي، تصفيها من الشوربه وتحطها. متنسوش يا جماعه اعملوا لايك، متنسوش تعملوا لايك، بقول لكم اعملوا لايك. اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صلوا على النبي. كده بقى تنقل اللحمه اهي زي ما قلت لكم. قبل اللحمه غسلت شويه رز صغيرين وحطتهم،
شويه الرز دول بقى اللي هي حطيتهم دول بيخلوا السبانخ ملفوفه كده، تبقى حلوه. بس وكمان ما نكترش رز عشان ما تبقاش كلها رز. الرز ده بس بيمسكها علشان ما تبقاش يعني صيصه كده. بيلفها بيخليها بيلفها، ملفوفة. بيمسكها برضو نفس الموضوع. بس ما تكتريش عشان يبقى السبانخ هي الاكتر مفيدة. نيجي بقى للطشه. بنحط الطشه دي قبل ما نطفي على السبانخ، بتشيها وتقومي طفيها قبل ما نطفي عليها. تحطي الثوم مع حته سمنه وتحطي عليها الكزبره، كزبره ناشفه، تقعدي بقى تقلبي. هنا السبانخ خلاص قربت تدفع عليها، راحت بقى جايبه الطشه تانيها بقى، تقوم نازله عليها بس على السبانخ. لكم ان تتخيلوا الريحه بقى يا جماعه. قلبها بقى وهتقوم طافيه. بس يا جماعه ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ويوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.